السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعي مأمون الفداوي في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. إن شاء الله منتخب مصر هيلعب بكرة مع منتخب زيمبابوي. حسام حسن المدير الفني استقر على التشكيل، وبإذن الله هيبدأ حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وخط الدفاع هيبقى محمد هاني ورامي ربيعة وخالد صالح ومحمد حمدي. خط الوسط هيبقى مروان عطية، تريزيجيه، وإمام عاشور أو زيزو. خط الهجوم محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. يوم الجمعة بإذن الله هتكون تاني مباراة مع منتخب جنوب افريقيا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. هيختم منتخبنا مبارياته في المجموعة بملاقاة فريق منتخب أنجولا في تمام الساعة 5 يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، وإن شاء الله ربنا يوفق ويكرم. يعني بنأمل إن منتخبنا يحقق نتيجة مرضية وهي الفوز، لكن لفت نظري حاجة: الحاسوب العملاق أو الخارق. ده مش حاسوب واحد، ده مجموعة حاسبات بيغذوها بملايين المعلومات عن المنتخبات وعن الفرق والأندية، يضربها كده في الخلاط وبعد كده يطلع لنا بالنتائج بتاعته. الحاسوب توقع ان منتخب مصر هيوصل لدور ال16 تخرج مصر. الشيخ حاسوب شايف كده، ويبقى الترتيب: المغرب، السنغال، اوغندا، ساحل العاج من الاول للرابع. من المنتخب الى اخبار النادي الاهلي. الموضوع باختصار شديد جدا ان النادي الاهلي بيستهدف من 5 إلى 6 صفقات. الكلام الاقرب جدا 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 ان يوسف بالعمري خلاص، ده موضوع يعني مسألة وقت. احمد عيد في الصورة كباك يمين، توفيق محمد في الصورة كباك شمال. في قلب الدفاع محمود الجزار هو الاقرب. في خط الوسط في وسط الملعب حامد حمدان. طبعا البتروجيت حدد ثمنه 30 مليون جنيه. حامد حمدان خلاص انهى الاتفاق تماما مع النادي الاهلي وعن قناعة تامة وقناعة كاملة. ميزة حامد حمدان انه بيلعب في مركز 6، مركز 8، مركز 10، وبيلعب كمان قلب الدفاع، يعني يمكن الاستفادة منه في 4 مراكز. يبقى هنبص على طول على أحمد رضا اللي ممكن يتم إعارته بديل له، إلا إذا لو ديانج مشي هيفضل الاثنين. موضوع راس الحربة، انت عندك 4 اسماء ما فيش مش هيخرجوا عنهم، والمسألة محتاجة منك بس شوية صبر كده ان شاء الله، والامور هتبدأ تتكشف. لان الصورة بالنسبة لنا احنا كصحفيين واعلاميين بنحاول نبحث عن معلومة. يعني وصل لنا ابراهيم دياباتي، محمد توريه، وصل لنا علي علوان، وصل لنا اسامة فيصل، احمد عيد، توفيق محمد، محمود الجزار. ده في الخط الخلفي مع يوسف بالعمري، حامد حمدان. في 4 في الهجوم، هيبقى واحد منهم او 2. طبعا هيبقى واحد اجنبي وواحد مصري، مثلا ابراهيم دياباتي، محمد توريه، علي علوان، كل دول اجانب، واسامه فيصل. هؤلاء هم الاقرب ما لم يجد جديد او تحدث مفاجاه. موضوع التجديد، مين اللي بيتجدد له في الاهلي في الوقت الحالي؟ انت عندك حسين الشحات، خلاص الاهلي اتم الاتفاق معاه، وحسين الشحات مرضي جدا، وسنتين وقع 2 ومرضي ماليا وكل الامور زي الفل. اليو ديانج، كل اللي حصل ان اتموا الاتفاق تماما بين الاهلي واليو ديانج، ووقفت على التوقيع انتظارا لما ستسفر عنه المستجدات بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية. إما ديانج يمشي في يناير، وإما يكمل لنهاية الموسم، وإما يجدد. لكن في اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها دي اليو ديانج لم يوقع، في تفاهمات كاملة، ولكن القرار النهائي والخطوة النهائية بعد كأس الأمم الأفريقية بإذن الله. أحمد نبيل كوكا، الأهلي عرض عليه 13 مليون في الموسم، فهو طلب يعني كام يوم كده يفكر ويشوف إذا كان قدامه عروض أعلى أو مميزات أو الأهلي سايب له الباب مفتوح، لكن الأهلي مش هيزود عن كده. أحمد عبد القادر بشروط الأهلي، ويا إما يمشي في يناير يا إما يكمل لنهاية الموسم، او يستمر مع الاهلي زيه زي اليو ديانج وزيه زي احمد نبيل كوكا. والامور هتتضح برضه في خلال الايام اللي جايه. على مستوى الاصابات، احنا عندنا
اشرف بن شرقي كان بيتعالج مع المنتخب الثاني وبتنسيق تام مع احمد جاب الله هنا في الاهلي، الجهاز الطبي في النادي الاهلي، والدنيا كانت ماشيه زي الفل، جلسات علاج طبيعي، والراجل جاي يكمل فتره العلاج هنا وفي النادي الاهلي، والامور ماشيه على ما يرام، وقريب يرجع باذن الله اشرف بن شرقي كذلك كريم فؤاد، ويبداوا ينزلوا الملعب ويعملوا التمرينات تدريجيا، يبدا يخش مع الفريق سواء اشرف او كريم. طيب مين اللي هيرحل بقى؟ بديهيا كده لو انا جبت يوسف بالعمري فانا محتاج ان انا امشي لاعب اجنبي. مين اللي هيمشي؟ اشرف داري، مفيش غيره. اشرف داري الكلام معاه على 3 محاور، اما عقد خارجي، واما وجاي له عرض من ليبيا، واما ان هو يخرج اعاره، واما ان هو يبقى على قائم الانتظار، لكن هو مش هيكمل مع النادي الاهلي. جراديشار برضو في الصوره، لو جه راس حربه اجنبي مفيش غير جراديشار. حمزه علاء هو الاقرب للاعاره لو كان في خروج من احد حراس المرمى. طبعا الشناوي، مصطفى شوبير، سيحه لا، حمزه علاء وارد جدا يتم اعارته. احمد رمضان بيكهام خلاص الاهلي في قرار انه ما يكملش، مش هيفعل بند الشراء وهيمشي احمد رمضان بيكهام، خلاص الكيمياء بتاعته مش متوافقه مع الاهلي بعد ما رجع وما اداش المستويات المطلوبه. مصطفى العش واضح جدا لحضراتكم ان هو يعني ما فيش اعتماد عليه حتى يسترب، ما فيش اي اعتماد عليه طوال الفتره اللي فاتت، وده مؤشر ليك يبين لك ان الراجل يعني خلاص على وشك الرحيل. طبعا بعد كده الاهلي هيبدا يعوض الاسماء دي بنجوم، قلنا من 5 ل6 مستهدفين في الفتره اللي جايه، وفي الصيف هيبقى برضو في شغل عالي جدا. اخر حاجه عاوز اتكلم فيها مع حضراتكم مباراة الأهلي وسيراميكا اللي انتهت بفوز النادي الأهلي. أعتقد أن أكثر الأهلاوية تفاؤلا توقعوا أن المباراة تنتهي إما بخسارة الأهلي أو المباراة تخرج تعادل بين الفرقتين. في ناس كانت بتمهد لخسارة النادي الأهلي يعني رفقا بالجماهير، فكانت بتتكلم في مسألة ان فريق سيراميكا هو الفريق اللي متصدر الدوري وبيلعب بكامل نجومه، وان الاهلي بينقصه 14 لاعب، وهنا بقى مربط الفرس. مين اللعيبه اللي زادت؟ طبعا الاهلي لما خسر قدام انبي الاداره فهمت تروب انه ما يقلقش وما يتعبش وما يقدرش، وان البطوله دي يعني بمثابه بطوله تجريبيه للاهلي، وانه يركز على اللعيبه اللي تكمل والنتائج مش مهمه. لكن الراجل درس وذاكر سيراميكا كويس قوي ولعب بخطه في منتهى الروعه 4-4-1-1 اللي ركز في المباراه طبعا بمشتقاتها بتحركاتها بمتغيراتها اثناء الماتش، وانت الكوره مع الخصم 4 ورا ويبدا الدفاع من وسط الملعب. شفنا كثافه وتنظيم دفاعي، وانا دايما كنت بقول ان التنظيم الدفاعي يبدا منين؟ يبدا من وسط الملعب. مفيش حاجه اسمها استنى لما الكره ترجع على خط الدفاع ونبدا ندور على الاخطاء هو حائط الصد الاول هو وسط الملعب، فالتنظيم كان واضح قوي بادئ من وسط الملعب. في حاله الهجوم والاندفاع الوسط اليمين والوسط الشمال كانوا بيتحولوا لاجنحه، وجراديشار ومحمد شريف كراس حربه، ده راس حربه وده شادو سترايكر مثلا، كانوا بيتحركوا، ده بيفتح على الجنب يفتح مساحه لده، او ده يفتح للتاني، او الاثنين يفتحوا على الجناب للقادمين من الخلف. للامانه الشديده يستروب بدا يدخل دماغي قوي قوي قوي، وجماهير الاهلي مبسوطه منه. نتمنى التوفيق دائما للنادي الاهلي ومن افضل الى افضل باذن الله، ونشوفكم على خير دائما، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.